Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, because you have the Afghan troops at 300,000, well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of. وهي تتألف أساسا من الطلاب في المدارس الدينية التي تم إنشاؤها في الثمانينات في شمال باكستان. ظهرت الحركة في التسعينيات بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، وكان هدفها الرئيسي هو فرض السلطة وتطبيق الشريعة الإسلامية حسب مفهوم الحركة في أقاليم البشتون بين باكستان وأفغانستان. وسرعان ما وسعت الحركة نفوذها وفرضت سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول، حتى أصبحت بحلول عام 1998 تسيطر على حوالي 90% من أفغانستان، وحظيت بدعم شعبي بين مجموعة البشتون العرقية. لكن الرأي العام العالمي رفض سياساتها الاجتماعية بشكل كبير، بحيث اتهمت بارتكاب انتهاكات مختلفة في حقوق الإنسان والثقافة، منها منع النساء من التوظيف والتعليم والتدمير للآثار الفنية غير الإسلامية. وبعد أن هاجمت القاعدة مركز التجارة العالمي في 11 من سبتمبر، عاقبت الولايات المتحدة طالبان بأن شنت عليها حملة بسبب منحها المأوى لتنظيم القاعدة واستضافة قادته البارزين. ثم شن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة هجمات في أفغانستان أطاحت بها من السلطة. ورغم تزايد القوات الأجنبية في المنطقة، استعادت طالبان تدريجيا قوتها، وبقي الصراع بين الطرفين مستمرا لعقود. وفي عام 2013 بدأت المساعي للتوصل إلى مفاوضات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان، أدت في عام 2020 لعقد اتفاق نص على إيقاف هجمات طالبان على القوات الأمريكية وسحب الولايات المتحدة من أفغانستان. وبذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنجز سحب قواتها بالكامل. خروج القوات الأمريكية هو ليس نهاية الصراع، فأصبحت الحكومة الأفغانية تتخوف من ضعفها أمام طالبان دون دعم دولي، مما قد يؤدي للإطاحة بالحكومة. وبالفعل مع اقتراب إتمام انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد، تصاعد العنف والمواجهات الدامية بين الحكومة وحركة طالبان. وبالرغم من أن الحكومة استطاعت الاحتفاظ بالمدن والولايات الرئيسية، وأعلنت أنها تستعد لإطلاق معركة لاستعادة أكبر معبر تجاري بين إيران وأفغانستان، إلا أن طالبان التي كثفت هجماتها مؤخرا سيطرت كليا على مناطق استراتيجية في عدة ولايات ومعابر حدودية مهمة، من بينها المعابر مع طاجكستان وتركمانستان وإيران، ليتحول الصراع إلى قضية دولية حساسة، حيث أدى إلى فرار مئات الأفغانيين إلى إيران وطاجكستان المجاورتين، مما أثار قلق روسيا بتهديد أمن حلفائها في منطقة آسيا الوسطى. وهدد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية من أن أي محاولة من طالبان للإضرار بأمن حلفائها ستكون محفوفة بخسائر كبيرة للحركة. أما قائد المهمة التي تقودها أمريكا في أفغانستان فحذر من أن البلاد قد تكون على طريق حرب أهلية فوق
لا يدعي هذا البرنامج لا من قريب ولا من بعيد رصدا شاملا أو في دول عربية أو هنا في الغرب في وضح النهار أو تحت جنح الليل. كل حادثة في حد ذاتها فيلم سينمائي مثير، وما خفي كان أعظم.